أهلا بيكم. سواء كنت بتوصل موبايلك بسلك الشاحن أو بتحط الموبايل على باد وبتشحن وايرلس، عمرك وقفت ثانية وسألت نفسك كده إيه اللي بيحصل بالظبط في اللحظة دي؟ ليه الشحن بالسلك دايما تحس إن هو أسرع وأضمن؟ وليه الشحن اللاسلكي بتحس إن هو أشيك وأسهل بس أبطأ شوية؟ والأهم بقى مين فيهم أحسن؟ دي حكاية بقى فيها شوية فيزياء وحاجات زي السهولة والسخونية والكفاءة ورغبة متوحشة من جواك إنك تشيل كابل كمان من حياتك. أنا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. احلى حاجه في الشحن بالسلك ان هو بسيط، وعشان كده الناس واثقه فيه بقالها سنين. الكهرباء بتمشي في سلك حقيقي غالبا بيبقى معمول من النحاس، من الشاحن لبطاريه الجهاز. مفيش وسيط ومفيش واسطه، الالكترونات ماشيه مباشره في مسارات معدنيه بتخضع لنفس القوانين اللي اتعرفت قبل ما الموبايلات اصلا تبقى موجوده. اول ما توصل الشاحن، الموبايل والشاحن بيعملوا مصافحه سريعه وبيتفقوا مع بعض على الفولت والتيار. وأنظمة حديثة زي الشحن السريع اليو اس بي سي باور ديليفري خلت الموضوع أذكى وأأمن بكتير. بس في الآخر هو لسه توصيل كهرباء مباشر، وعشان كده الشحن بالسلك مثالي. طاقة قليلة بتضيع في الحرارة، وده السبب انه غالبا اسرع وثباته اكبر. والموثوقية دي هي السبب ان الشحن بالسلك سيطر على اللابتوبات، على التابلتات، على الباور بانكس، وحتى العربيات الكهرباء. ولما الطلب على الطاقة بيبقى عالي، مفيش حاجة تغلب التوصيل المباشر بالسلك. السلك ملك في الوضع ده. عارف ان شكله ساعات ما بيبقاش حلو ولا فيوتشرستيك، بس بيشتغل وما بيقولش لا. اما الشحن اللاسلكي فهو شيك قوي وتحس ان هو سحري، وفي الحقيقه هو علم قديم في شكل جديد. الفكره جايه من الحث الكهرومغناطيسي اللي اتدرس اول مره في القرن ال19. بدل ما الالكترونات تمشي في سلك، الكهرباء بتعمل مجال مغناطيسي جوه قاعده الشحن. المجال ده بيولد تيار كهرباء في كويل جوه موبايلك، وفي كويلين متظبطين قدام بعض بيعملوا كوبري مش باين. الطاقة بقى بتعدي الفجوة دي مش عن طريق الهواء بشكل مباشر، لكن عن طريق مجال مغناطيسي متغير. وعشان كده المكان بتاع الشاحن اللي بتحط عليه الموبايل مهم جدا، ولو زحزحت الموبايل سنة الطاقة تقريبا بتقف والشحن بيقف. لازم يكون مظبوط بالظبط على الشاحن. باختصار الشحن اللاسلكي بيضحي بالكفاءة قصاد الشكل والراحة، والطاقة اللي بتضيع دي بتطلع سخونية. وعشان كده الشحن اللاسلكي بيسخن الجهاز وبياخد وقت أطول، بس في المقابل إيه؟ راحتك. مفيش بورتات ومفيش تآكل في مداخل الشحن، مفيش توصيل وفصل كل شوية. أيوة أبطأ شوية بس سلس، من غير احتكاك بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لمسألة السرعة بقى، هنا السلك بيستعرض عضلاته. السلك بيقدر يوصل طاقة عالية ومباشرة، وده بيسمح لأنظمة الشحن السريع إنها تدخل الطاقة للبطارية بسرعة وتخسر طاقة أقل. أما الشحن اللاسلكي فهو على العكس، لازم يمشي على مهله. ومن ناحية السخونة فهي عدو البطارية الأول، والشحن اللاسلكي بطبيعته بيولد حرارة أكتر. وعشان كده كتير من الشواحن الوايرلس بتبطأ أول ما السخونة بتعلى. ممكن تبدأ بسرعة بس السيستم بيهدي نفسه بسرعة عشان يحمي البطارية. الشحن بالسلك ممكن يعمل كده برضه، بس الفرق انه بيوصل لسرعات اعلى في الاول. اما بالنسبة للكفاءة فهي مهمة كمان. الشحن بالسلك بيقدر يحول اكتر من 90% من الطاقة اللي داخلة لطاقة متخزنة في البطارية، والشحن اللاسلكي غالبا بيضيع طاقة اكتر في الطريق. الفرق ده ممكن يبان بسيط في شحنة واحدة، بس لما تضربه في ملايين الأجهزة بيبقى الفرق كبير جدا. فرغم ان الشحن اللاسلكي كسبان في الشياكة، بس الشحن بالسلك لسه كسبان في لعبة الأرقام. الشحن اللاسلكي متصمم على سلوكيات البشر، مش على قوانين الفيزياء. عارف ان الناس عايزين مجهود اقل وخطوات اقل وكابلات اقل. حط موبايلك وامشي، بس الراحة طبعا ليها تمن. فمثلا مش سهل تستخدم موبايلك وهو بيشحن لاسلكي، وطبعا لو شلته هيقف الشحن، ما عدا طبعا الشواحن اللاسلكيه المحموله اللي موجوده دلوقتي. لكن الشحن بالسلك بيديك حريه استخدام وهو بيتشحن، سواء بقى كان السلك طويل او قصير مش فارقه. طول ما انت جنبه هيفضل يشحن وانت بتستخدم موبايل. وخلينا نقول ان واحده من اكبر مميزات الشحن اللاسلكي هي الاعتماديه والتحمل. هقول لك ليه. منافذ الشحن دي نقط ضعف ميكانيكيه، بتدخل تراب ورطوبه وتقعد توصل وتفصل السلك، كل ده بياكل البورتات بتاعت الشاحن. والكابلات نفسها بتبوظ، اسلاك بتتشقق، فيش مفكوكه، محولات رخيصه، كلها نقط فشل معروفه. بس في المقابل الشحن اللاسلكي بقى بيشيل الضغط ده تماما. قواعد الشحن اللاسلكي ابسط، قطع اقل، حاجات اقل بتتحرك، لكن البطاريه دايما بتخاف من السخونه اكتر من البورت ما بيخاف من انه يتاكل. وعشان الشحن اللاسلكي بيشتغل بسخونيه اعلى، فممكن يقلل شويه من العمر الافتراضي للبطاريه على المدى الطويل. لكن الشحن بالسلك، خصوصا الشحن البطيء، بيبقى احن قوي على البطاريه. فكده ممكن نقول ان الشحن اللاسلكي بيحمي الجهاز من بره، والشحن بالسلك بيحمي الجهاز من جوه. ولعلمك بقى لو طريقه واحده كانت احسن بشكل مطلق، فالتانيه كانت هتختفي من زمان. فوجود الشحن بالسلك والشحن اللاسلكي جنب بعض بيقول لنا حاجه مهمه جدا.
إن هما الاتنين بيحلوا مشاكل مختلفة. الشحن بالسلك بيركز على السرعة، على الكفاءة، على تريح الدماغ. أما الشحن اللاسلكي فبيركز على الراحة والبساطة والاندماج السلس في الحياة اليومية. فلما نيجي نقارن الشحن بالسلك ولا وايرلس، الإجابة مش مين فيهم الكسبان، الإجابة هي أنت فين وعايز إيه في اللحظة دي بالظبط. عايز سرعة ولا بساطة؟ عايز كفاءة ولا أناقة؟ عايز تحكم ولا عايز راحة؟ لأن الطريقتين بيحكوا حكاية واحدة بشكل مختلف. وفي النهاية أحب أسمع رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت اللي مليانة معلومات أكيد هتعجبكم. شكرا ليكم وسلام.